في سياق متصل، استنكر المجلس الوطني لعشائر بغداد وجمعيات الشيوخ والعشائر في مختلف محافظات العراق المجزرة التي شهدها مخيم أشرف للاجئين الإيرانيين في العراق، والتي راح ضحيتها أكثر من 50 شخص. وأضاف المجلس في بيان أن أكثر من 140 ألف من العراقيين عبروا عن غضبهم واستنكارهم الشديدين، وأدانوا هذه الجريمة المروعة، مطالبين بالإفراج عن 7 رهائن اختطفوا أثناء تنفيذ المجزرة وتوفير حماية أممية لسكان مخيم ليبرتي ضد التدخل المباشر وغير المباشر من قبل النظام الإيراني. كما طالب البيان الأمم المتحدة والإدارة الأمريكية بإيفاد بعثات لتقصي الحقائق حول هذه الجريمة لمحاسبة من أمر بتنفيذها ومنفذيها ومعاقبتهم.